صلاة النبي أحسن رجال، لسه النهار طالع أهو. والمصري ده ملوش كتالوج، النهارده 14/11. صلاة النبي أحسن رجالة، الوحش واصل أهو. نفرد له الملقاف بقى، لا كده نفرد له الملقاف. يا مسهل يا رب، يا مسهل يا رب. صلاة النبي أحسن يا رجالة. تحياتنا لكل أعضاء القناة وكل أعضاء الجروب وسيد السمك غية في أحسن النية وقناة المصري تعليم سيد السمك بالصنارة. أحلى مسا يا رجالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي متابعينا على قناة المصري تعليم سيد السمك بالصنارة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تحياتي لكم جميعا، يا رب يكون الجميع بخير وفي أحسن حال. ما ننساش ندعي شهداء غزة، ربنا يرحمهم يا رب ويغفر لهم ويجعل مأواهم الجنة ويثبتهم يا رب وينصرهم. طبعا النهارده 14/11 وناس كتير كانت بتسأل هو كده يا عم محمد الموسم انتهى مفيش خلاص السمكة مش هتاكل؟ لا، السمكة تاكل في الجو لما الجو يبرد شوية، تاكل لغاية شهر واحد إن شاء الله. احنا النهارده طبعا انا كنت هنا 12/11 والحاج محمد اللي هو باين في الكادر ده وياسر قالوا لي لا ننزل النهارده الميه هتلاقيها ربطت، وفعلا شكل الميه رابط. فربنا يسهل والسمكه تاكل. ده طبعا الميه دي يعني مش معنى كده ان انا في دور نزلت عليه خدت السمك ممكن ثاني يوم انزل، لا، ممكن ما بتتوعدش، ممكن انزل ما اخدش السمك، ممكن النهارده ناخد السمك ممكن ما ناخدش. دي الارزاق دي بتاعت ربنا، احنا كلنا بنجتهد كلنا بنسعى والتوفيق من عند ربنا. انت بتسعى بتعمل اللي عليك، والسعي ده حاجات كتير قوي، منها انك انت تظبط الطول المناسب للارض اللي انت قاعد عليه، تجس الارض كويس. السونار بتاعك، وبالمناسبه انا في سونار مصوره لكم برضو جربته وعجبني، هوريه لكم ان شاء الله في الفيديو. وزي ما قلنا كده انك انت لازم تلاغي السمكه، مش معنى كده ان انا ارمي الغابه بتاعتي وخلاص كده في المايه زي انا مرميها، لا، لازم تبقى ماسك الغابه على ايديك، تتسرح شويه، تسحب عليك شويه كده، تشوف في سمك هيضرب ايدك ولا لا، تستفز السمكه. حتى السمك لما يمسك الطعمايه ما تسيبوش، لا، اسحبها منه سنه كده، هيروح دايس هو عليك كده جامد، هيمسكها، هيروح ماسكها جامد، هياكلها حتى لو هي السمكه مموعه. فدي كلها حاجات في فنيات الصيد، ربنا اللي يعلم، انا بقولها لكم علام، بقولها لكم من قلبي، يعني مش بنخبي حاجه، احنا بنقول اللي احنا بنشتغل بيه والناس دي بتشتغل بيه، الناس اللي معايا ياسر ومحمد، بنقول لكم بكل امانه الموضوع مش موضوع مشاهدات وموضوع فيديوهات، احنا بنعمل اللي علينا عشان يبقى دي امانه ودي رساله احنا بنقدمها لكم. فالسعي حاجات كتير قوي، انك انت الدور لو ما كلش اجتهد اشوف دور تاني، اجرب ارض تاني، اجرب على اطوال مختلفه، ارمي البر ارمي جوه. دي اللي هي اسمها السعي، ما ارميش الغابه واقعد وخلاص. والرزق ده بتاع ربنا، سمكه واكله اليوم ده هتنبسط، السمكه مش واكله، وحتى لو انت شيخ الصيادين لو عملت حتى حاوي في الميه مش هتاخد حاجه، ده رزق كله بتاع ربنا، والميه ما بتتوعيش زي ما قلنا. وان شاء الله نشتغل النهارده، هنشتغل بدود الارض، الفابر اللي معانا 8 متر و7 متر اللي مع الاخوه هنشتغل بيها، ونشتغل على الغويط. البر يعني من الغويط يعني ايه 5 متر قدام منك 4 متر قدام منك بيبقى الطول، عشان بقى تبقى قاعد والعفش، فبتضطر انك انت تاخد غابه كبيره، غابه طويله شويه. فان شاء الله نشتغل النهارده بدود الارض. الرمال اللي شغالين بيه 20 25، السنار اللي شغالين بيه كلنا 4. وان شاء الله خير 4 و5 كويس، انا مرمل شويه 5 وهوريه لكم طبعا في الفيديو ان شاء الله، مرمله لكم وهوريه لكم ان شاء الله. فمش عايز اطول عليكم اكتر من كده، وان شاء الله نشتغل بالليل وربنا يرزق الجميع ويكون النهارده سهره سعيده. وجبنا الملقاف النهارده، محمد قال هات الملقاف اهوت هنفرده ونشوف. السمك راح كتير بسبب الملقاف، فالنهارده جبنا الملقاف نشوف بقى. انا ما اتبشرش بالحاجات دي، كلها ارزاق بتاعت ربنا، بس ادينا جبناه ونشوف الدنيا فيها ايه، تبل النهارده ان شاء الله. والله طلع على وش الماء امبارح سمك وراح كل شيء نصيب يا محمد، كل شيء نصيب، اللي ليك فيه بيجي. اوقات بتسيب من الصناره وتمد ايدك تجيبها من الميه، بتحصل كتير قوي. فمش عايز اطول عليكم واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وانتظرونا بقى بالليل مع السمك ان شاء الله، وهنشرح لو كل ازاي، هنشرح كل ازاي باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخواتي وحبايبي. الصناره ديت صناره تحفه بالامانه، انا طبعا كنت فاكر اقول لكم عليها، بس دلوقتي انا قاعد بجهز عد برمل شويه صناره على السفنج وهو بحضرهم عشان الطلعه الجايه ان شاء الله. الصناره دي تحفه، سواء منها ال5 او ال4، في منها الابيض اللي هو زي ما انتم شايفينه دوت في الصوره، وفي منها العسلي الفاتح دوت. الاتنين بصراحه ربنا سلكه رفيعه، حربه حاميه، والله انا ماليش اي
منفعه غير ان انا اقول لك على حاجه كويسه. سناره ممتازه 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 بعد التجربه، 10 على 10، تحفه. سلك رفيعه، اي دوده بتطعم فيها ما بتتجرحش وبتشك السمكه حاميه في شكه السمكه. سناره صلب حاميه. الكود بتاع ال 515 ممتاز، انا جربته. في منها 421 بس ما جربتوش بالامانه، لكن هي كسناره ممتازه. سعر العلبه بيتراوح من 50 ل 45، يعني من تاجر لتاجر، حسب يعني الموضوع. بس هي فعلا نازله غاليه. هي ياباني زي ما قلت، ميدين ان، نكبر عليها، هي ميدين ان جابان، فروم جابان. في منها الثلاثة وفي منها الأربعة وفي منها الخمسة وفي جميع المقاسات منها. بس أنا طبعا عشان بنستخدم دود الأرض فبنستخدم الخمسة أو الأربعة. دول أنسب حاجة لصيد سمكة البلطي المعشوقة بتاعت الصيادين، الدلوعة بتاعتنا سمكة البلطي. إن شاء الله تجيبوها وتعجبكم. فدايما احنا مع بعضينا بنتواصل مع بعض لحاجة كويسة إن شاء الله. ومش عايز أطول عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة النبي يا رجالة، المية والله مية سمك، والسمكة مموعة خالص أوي 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 أوي. كل فين وفين لما تديك شراية، بس هي شراية بتوع شراية بسم الله ما شاء الله كويسة. مع إن الجو جو جميل، يعني جو شتوي جميل، جو خريفي كده حلو أوي. يا مسهل يا رب. زي ما بقولوا كده المية ما تتوعدش. ادي كام شراية اللي خدناهم النهارده هم. النهارده كل الناس مشيت كقرقور كبير شويه، قرقور بيسموه سوبر، وكام شرايه. لكن النهارده الميه مش حلوه خالص، غير المره اللي فاتت خالص. فيعني الميه ما تتوعدش، يوم تاكل يوم ما تاكلش. وهو نفس الدور، عشان برضو ما حد يقول لك انت نزلت الدور وما كل وتاني يوم ما كلش. ده طبيعي عادي، طبيعي بيحصل كتير قوي. مع ان الجو النهارده جميل جدا. يعني اليوم اللي نزلنا فيه كان نطره، وكان الجو كان فيه كاتم شويه. لا النهارده الجو فيه نسمه بروده وميه دافيه وزي الفل، والسمكه منوعه ناعه خالص. كل الناس اللي على الميه مشيت، ما مش باقي غير انا والناس اللي معايا. هنلم ونطلع بقى نشوف اي مواصله ونتكل على الله. يلا تحياتي ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.